طيب المتحف المصري يحتوي كمان على مركز لترميم الآثار، وهذا المركز عالمي. تفتكر حضرتك هل مصر في الوقت ده ممكن تكون هي مركز يعني يحمي آثار البشرية كلها، أو يرمم آثار البشرية لا كلها؟ طبعا الكلام ده كلام ما ينفعش مم. ابدا. يعني يعني كلام هو سؤال ما يتسالش اصلا، مم. لان العالم عندك ايطاليا، مم. احنا ما وصلناش لما وصلت له ايطاليا في عمل الترميم، لكن مم. احنا قدرنا نبني مخزن، مش متحف، مم. مخازن المتحف مم. ومعامل الترميم على مستوى عالي جدا. مم. فالمعامل دي أيوة. المرممين اتدربوا وراحوا مم. اليابان، وبقوا عندنا مرممين كويسين جدا. مم. هم رمموا العديد من اثار توت عنخ امون اللي كانت موجوده في المخازن. فاذا المعمل الترميم الضخم ده ومخازن الاثار اللي موجوده جنب المتحف، احنا تم بنائها بعتقد في 2005 2006، لكن وتم افتتاحها، قامت السيده سوزان مبارك بافتتاح هذه الاماكن. لكن المعمل ده هيبقى قادر على خدمه المتحف، على خدمه ترميم الاثار الموجوده في المتحف، أها. لكن ليس له صله باثار العالم او حاجه زي كده.